أنا عارف إن في عدد كبير جدًا من اللي بيتابعوا الموبايلات بيكون مش عايز موبايل غالي، كل اللي بيفكّر فيه إنه بيكون عايز موبايل بسعر مقبول بيقدّم أغلب الحاجات اللي هو بيتمناها، مش هاقول لك إنه ما فيهوش عيوب، مش هاقول لك إنه ما فيهوش تنازلات، ولكن الحاجات الأساسية اللي هو بيحتاجها من كاميرا لأداء لسرعة شحن لبطارية، هو بيتمناها في الموبايل ده وبيبقى مش عايز يدفع كتير، فلو أنت من النوعية دي من الناس اللي أنت عايز موبايل يكفّي احتياجاتك، مش شرط إنك تدفع مبلغ كبير عشان تروح تجيب موبايل يكون أكبر من احتياجاتك وأنت دافع فلوس على الفاضي، هو موبايل حلو وكل حاجة وغالي، ولكن أنت مش هتحتاج كل ده، ال3 موبايلات اللي معايا خلال الفيديو ده هم اللي بيقدموا لك النقطة دي، موبايلات مش غالية، موبايلات بتقدم التجربة اللي أنت مستنيها منها، ويمكن في موبايلات كمان منها بتقدم أكتر من اللي أنت مستنيه، وال3 موبايلات دول يرضوا كل الأذواق من وجهة نظري. قبل ما أقول لك أي حاجة لايكك، سبسكرايبك، وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا دايمًا كل جديد. لايكك وشيرك بيفرقوا كتير جدًا في انتشار الفيديو، وما تنساش تعمل أكتر حاجة أنا باحبها إنك تنزل تصلي على النبي. أما دلوقتي بقى خلينا نخش في التفاصيل. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناه امك ريفيوز. واول الموبايل ده فعلا ممتاز، بيقدم قيمه حلوه مقابل السعر، مش هتدفع فيه كتير. هو في الفئه الاقتصاديه، هو التكنو كامن 40. في تطورات كويسه جدا عن التكنو كامن 30 بتاع السنه اللي فاتت، اللي ستيل بيقدم قيمه ممتازه مقابل السعر. خليني اقول لك الاول، انت احتياجاتك في الموبايلات الرخيصه او الموبايلات القليله بتكون ايه؟ انت اهم حاجه عندك شاشه حلوه، اداء كويس، تصميم كويس، سرعه شحن كويسه جدا، وبطاريه ممتازه، وفي نفس الوقت بتدور على السماعات الاستيريو والحاجات دي. هل الكلام ده متوفر في الموبايل ده؟ اقدر اقول لك بالنسبه حتى لنقطه التصميم، الشكل شيك جدا شبه التكنو كامن 40 برو، بس هنا التصميم بيجي ظهر من البلاستيك، فريم من البلاستيك، ده متوقع انك تاخد تصميم من البلاستيك. هنا في الاول وفي الاخر انت هتحط موبايلك في الجراب اللي بيجي معاه في العلبه، الجراب بيجي في العلبه معاه، ومعاه كل حاجته في العلبه، ما تقلقش. بس المميز في الموبايل ده ان وزنه خفيف جدا، 177 جرام، فانت مش هتحس انك انت ماسك موبايل يضايقك، حتى لو حطيته في جيبك مش هيضايقك. وفي نفس الوقت انت معاك دعم مقاومه طرطشه الميه او مقاومه غبار الميه على خفيف IP66، ودي تعتبر مهمه جدا انها تكون في موبايل اقتصادي. ولما تيجي تبص على الشاشه هتلاقي شاشه مثاليه، شاشه ما فيهاش حاجه انت مش محتاجها. يعني الشاشه هنا اموليد 6.78 انش فول اتش دي بلس. الشاشه هنا كمان مسطحه لاننا فئه قليله، فانت مش محتاج تصرف كتير على السكرين بروتكتور، لا هتجيب سكرين بروتكتور هتحطها على الشاشه هتكمل معاك بقى، لا السكرين هتفرغ ولا الكلام ده، لان الشاشه هنا مسطحه فهي مريحه جدا في وضع السكرينات. الشاشه كمان بتدعم الاتش دي ار، ودي حاجه كويسه. في نفس الوقت هي 120 هرتز، حواف مظبوطه جدا. وفي نفس الوقت الشاشه هنا جايه عليها طبقه حمايه باندا جلاس، فانت لو بصيت على طبقه الحمايه موجوده، اموليد اللي انت عايزها عشان الالوان المشبعه موجوده، سطوع كويس موجود، 120 هرتز موجود، دعم الاتش دي ار موجود، فانت عايز ايه تاني؟ طيب نيجي بقى لنقطه الاداء، وبرده الموبايل ستيل محافظ على اللي انت محتاجه. الموبايل هنا بيجي بمعالج ميديا تك هيليو جي 108 256، 3 سنين سوفت وير ابديت، بيطلع من العلبه عليه اندرويد 15، وكمان عليه واجهه تكنو الهاي او اس 15، والاداء كويس ما فيهوش اي مشكله. الجي 100 على فكره يعتبر يسد احتياجاتك جدا على الفئه الاقتصاديه، بل في شركات اصلا بتستخدمه في الفئه المتوسطه. المعالج ده في بعض الالعاب بيلعب 60 فريم، فانت مش هتحتاج اكتر من كده، غير لو انت بقى جيمر تقيل او عنيف او عايز 120 او 90 فريم، ساعتها اقدر اقول لك اطلع للفئات الاعلى من كده، ولكن على الفئه دي حلو جدا مفيش اي مشكله. وفي نفس الوقت هنا عندك يتركب شريحتين، يا اما شريحه وكارت ميموري. فنقطه الاداء برضو انا شايف مفيش اي مشكله انك انت بتدفع اقل من 200 دولار حرفيا وبتاخد اداء بالمنظر ده، او بتاخد موبايل بالمواصفات او بالتجربه دي، دي حاجه تعتبر كويسه. وحتى كمان بالنسبه لتجربه الكاميرات، فبرضو الموبايل مش مقدم تنازلات. كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل مع OIS، كاميرا الترا وايد 8، وعندك كاميرا 32 ميجا بكسل اماميه، والموبايل بيدي لك تصوير فيديو 2K، ونتائج الصور حلوه على الفئه الاقتصاديه. موبايل يسد معاك، عايز تاخد صوره في يومك تدون لحظه معينه تقدر عادي، ما فيش اي مشكله. الموبايل مش هيعيقك، ولكن الموبايل ده مش للاحترافيه، الموبايل ده موجه للشخص الطبيعي جدا اللي مش مهتم بحاجه معينه، هو عايز ياخد صوره هياخد، عايز ياخد فيديو يرضيه هياخد، ما فيش اي مشكله. لكن الاحترافيين، انت ايه اصلا اللي هيجيبك للفئه الاقتصاديه؟ ما تطلع للفئه المتوسطه العليا كمان
مش الفئة المتوسطة. بقية الحاجات التانية الموبايل محافظ عليها، بصمة كويسة موجودة تحت الشاشة، سماعات ستيريو، NFC ما فيش أي مشكلة عندك كمان الIR، كل المستشعرات موجودة في الموبايل بلا استثناء، ولكن للأسف الحاجة الوحيدة اللي ممكن تفتقدها هنا هي مدخل 3.5 مللي. وأخيرا بالنسبة للبطارية، حتى البطارية ممتازة 5200 ملي أمبير على وزن 177 جرام، دي حاجة تعتبر حلوة جدا. وفي نفس الوقت الموبايل بيدعم الشحن ال 45 واط. أنت لو بصيت على التكنو كامن 40 من جميع النواحي، هو موبايل مظبوط جدا، موبايل ممتاز، موبايل يستحق فلوسه فعلا، موبايل انت هتجيبه مش هتدفع كتير فيه، وفي نفس الوقت يقدر يكفيك مفيش اي مشكله. عايز تقعد سنتين 3 4 مفيش اي مشكله تماما بالنسبه لموبايل زي ده بالمعالج ده، يكمل يا باشا مفيش اي مشكله. وانت مش محتاج تدفع كتير عشان تطلع لو انت شخص طبيعي، لان الموبايل هيشتغل معاك كويس مفيهوش اي مشكله. انا مش حابب التكنو كامن 40، اقدر اقول لك يجي بقى موبايل بيقدم تصميم افخم بكتير، هو الانفينكس نوت 50 اللي عليه جدال كتير وناس كتير بتسالني عنه، ولكن ما اقدرش اعمل حاجه في الموضوع ده يا جماعه. الموضوع كله متعلق بشركه انفينكس، قادره تنزل الموبايل او قررت انها تنزل الموبايل مصر مفيش مشكله، ما قررتش دي حاجه ترجع لهم هم، لكن انا ما اقدرش اعمل في الموضوع ده حاجه. انا زيكم مستني الانفينكس نوت 50 واتمنى انه ينزل، يعني تحس ان هو فئه اقتصاديه، سعر فئه اقتصاديه تحت ال 200 دولار، ولكن الموبايل ده لو مسكته كده في ايدك تحس ان هو موبايل فئه متوسطه. تصميم من الازاز، فريم من المعدن، الموبايل دعم لطرطشه الميه IP64، وزن الموبايل 199 جرام، ستيل كويس، والموبايل فيه RGB بينور معاك في الظهر لما بيجي لك اشعارات ولا حاجه، ودي حاجه تعتبر كويسه. والتصميم عامه شكله حلو، بيفكرني بسلسله النوت من سامسونج اللي هي بقت الالترا مؤخرا، اللي هي السلسله اللي جايه مربعه قبل ما سامسونج تلغي حوار التربيعه. بس الموبايل ده بيفكرني بالظبط بالسلسله دي من سامسونج. انا بحب الموبايلات اللي بتيجي بشاشه مربعه. ولما ننتقل لنقطه الشاشه، الموبايل بيقدم شاشه لا يستهان بيها، شاشه اموليد 6.78 انش فول HD بلس 144 هرتز، بتوصل ل 1300 نتس في البيك، ودي حاجه ممتازه الصراحه. عيبها بس انها ما عليهاش طبقه حمايه، لكن كحواف ممتازه. الشاشه شبه مربعه وانا بحب الابعاد دي جدا، فعلا شاشه ممتعه جدا في مشاهده المحتوى، وما تصدقش ان دي شاشه على موبايل اقتصادي. ولما تبص حتى على الاداء، الموبايل بيقدم نفس المعالج الموجود في التكنو كامن 40، الميديا تك هيليو جي 100 8256. للاسف الموبايل لا يدعم تركيب كارت ميموري. عندك برضه 3 سنين سوفت وير ابديت بيطلع من العلبه، عليه اندرويد 15 وعليه واجهه انفينكس الاكس او اس 15، والموبايل شغال كويس مفيش اي مشكله. وقلت لك لو انت شخص طبيعي الجي 100 يكفي احتياجاتك، انت مش محتاج اكتر من كده. ولما تبص على الكاميرات تلاقي الموبايل بيقدم لك كاميرا ممتازه 50 ميجا بكسل مع OIS، ولكن للاسف هنا مفيش كاميرا الترا وايد. عندك كاميرا اماميه 13 ميجا بكسل، والموبايل بيصور في الكاميرا الخلفيه او بالكاميرا الخلفيه 2K 30 فريم، ودي حاجه كويسه، ولكن بالكاميرا الاماميه هو بيصور 1080. ممكن نقول ان التكنو كامن 40 بيتفوق في وجود الكاميرا الالترا وايد وكمان ال 2K في الكاميرا الاماميه. دول امتيازتين مش موجودين في الانفينكس، ولكن افتكر ان الانفينكس بيقدم 144 هرتز مش موجوده في التكنو، بيقدم ظهر ازاز وفريم معدن برضه مش موجودين في التكنو. واجي لك دلوقتي الحاجه كمان قنبله على الفئه الاقتصاديه. الصور النتائجها كويسه مفيش اي مشكله، موبايل تقدر برضه تدون بيه لحظاتك، مش هتتضايق خالص ان انت معاك موبايل زي ده بتصور بيه يا باشا. طول ما انت مش محترف، طول ما انت شخص طبيعي، الموبايل ده هيكفيك، مش محتاج انك تزود اكتر من كده. ولما تيجي تبص على نقطه البصمه، فالبصمه هنا تحت الشاشه كويسه جدا، سماعات ستيريو IR NFC، كل المستشعرات موجوده مفيش اي مشكله. ولكن للاسف لا يوجد مدخل 3.5 مللي، ودي بقت حاجه بتتبعها الشركات مؤخرا، حتى بدات تطبق على الفئه الاقتصاديه. واخيرا معاك بطاريه 5200 ملي امبير، سرعه شحن 45 واط، ده عادي احنا سمعنا عنه وشفناه في التكنو وغيره. ولكن اللي مش عادي ان الموبايل ده بيدعم سرعه شحن لاسلكي 30 واط، ودي حاجه ممتازه بالنسبه لي. مفيش موبايل في الفئه بتاعه الموبايل ده بيقدم تقنيه الشحن اللاسلكي، فدي حاجه كويسه. موبايل لامم كل الحاجات اللي انت بتحتاجها، كل الاساسيات يا باشا موجوده، فانت مش محتاج تروح لموبايلات غاليه. لو انت بقى مش عاجبك الموبايلات الشبه متكامله دي وبتدور على الاداء بشكل رئيسي او عايز معالج اقوى، فهنا يجي دور بقى الانفينكس نوت 50 اس. معالج صعب تلاقيه اصلا في الفئه المتوسطه عشان تلاقيه في الفئه الاقتصاديه. وخد بالك ان الموبايل ده سعره تقريبا في حدود ال 200 دولار، 210 دولار بالكتير قوي، فيعتبر ممتاز، لسه هو فئه اقتصاديه. 8256 للاسف، بس في نقطه كده ان الموبايل بيدعم سنتين سوفت وير ابديت مش 3 زي الانفينكس نوت 50 العادي. برضو الموبايل هنا زي اخوه لا يدعم تركيب كارت ميموري، وبيطلع عليه اندرويد 15 وعليه واجهه انفينكس الاكس او اس 15، ودي حاجه برضو كويسه. والموبايل شغال طياره اسرع كمان من الانفينكس نوت 50، لان المعالج هنا موجه لتجربه الالعاب اكتر، فممكن هنا في بعض الالعاب الخفيفه تاخد ال 90 فريم، ولكن هنا 60 فريم ثابتين
99 اخف بكتير كمان من الجي 99. بالنسبه بقى للكاميرات، فالموبايل هنا بيعمل نفس اللي بيعمله بالظبط الانفينكس نوت 50. كاميرا اساسيه 64 ميجا بكسل، مفيش او اي اس للاسف لان الموبايل رخيص. كاميرا اماميه 13 ميجا بكسل، مفيش هنا كاميرا الترا وايد، ولكن المميز ان الموبايل ده بيدي لك بالكاميرتين الاماميه والخلفيه تصوير 4K، وده مش هتلاقيه في الانفينكس نوت 50 العادي. فدي كمان نقطه زياده للي بيدور على تصوير ال 4K. فانت هتسيب التكنو، هتسيب الانفينكس نوت 50 وتروح للنوت 50 اس. كمان هنا انت عندك بصمه كويسه موجوده تحت الشاشه بتشتغل بكفاءه، عندك سماعات ستيريو محترمه. للاسف مفيش مدخل 3.5 مللي، كمان للاسف مفيش الان اف سي على عكس الانفينكس نوت 50 والتكنو كامن 40. عندك كمان الاي ار ودي حاجه كويسه، كل المستشعرات موجوده. واخيرا بطاريه 5500 ملي امبير مع سرعه شحن 45 واط. فلو انت بتدور على التوازن اكتر، الموبايلات المتوازنه، الموبايلات اللي بتقدم تجربه عاديه للمستخدم العادي، تكنو كامن 40، انفينكس نوت 50 يعتبروا موبايلات فيهم كل حاجه انت بتدور عليها. لكن لو ما عندكش مشكله تتنازل عن بعض الحاجات البسيطه زي الاو اي اس في الكاميرا عشان خاطر التثبيت بالليل، زي فكره الان اف سي، بس يهمك قوي الاداء وانك تاخد اقوى اداء، فهنا هتروح للانفينكس نوت 50 اس. ولكن في الاول وفي الاخر الثلاث موبايلات دول هم ارخص ثلاث موبايلات قربت انها تكون موبايلات متكامله لسنه 2025. ما تنساش في اخر الفيديو تقول لي رايك انت، لايكك، سبسكرايبك، وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا دايما كل جديد. وكالعاده انتظرني فيديو جديد، وسلام.